السلام عليكم. اللي خصكم تعرفوا والدراسات كتثبت انه المطلقات كتكون عندهم حظوظ في الزواج اكثر من العازبات. سبحان الله العظيم. نقول لكم علاش. لانه المطلقه كتكون واحد الانسانه اللي عندها واحد التجربه، وملي كتبغي تزوج سواء تزوج بواحد مطلق او لا واحد عازب غير خاصو يكون بعقله، كتكون كتفادى انها تعاود تطلق مره اخرى، وكتفادى دوك الاغلاط اللي دارتهم تعاودهم مره اخرى. هذه النقطه الاولانيه. غير هو خاص المطلقه ما ترتكبش واحد الغلط الا بغات تعاود تزوج ويكون داك الزواج عندها سليم. خاصها تحاول انها تعرف تختار المسار ديالها وتختار الاصدقاء ديالها والصديقات ديالها، وتكون هي مثلا باغيه تخدم وتزوج، باغيه دير وليداتها، ماشي تدير الدوري الخليجي والمصري، ودير الدوري الاماراتي، ودير الدوري مع اشنو، ودير الدوري الفرنسي والمغربي حتى هو، وتاكل القوامل في البراتش. عاد ديك الساعه تكون باغا تزوج. لا، تكون ترانكيل وداخله سوق راسها وراه غادي تزوج. عادي انه مثلا في الاول، مثلا في اول العلاقه، انها تقول مثلا انا عازبه، ومن بعد عاد تقول انني مطلقه، لانه اي واحد قالت لي مطلقه غيقول هذه اذا كتقولها لكلشي، اذا كلشي كيطمع فيها. ولكن ملي كتقول لشي واحد انني انا عازبه، ومن بعد عاد كتقول لك اللي شافها ناوي، شافته ناوي معاه المعقول، تقول لي شوف انا راني مطلقه ولكن انا راه كلشي كنقول ليه عازبه، باش شي واحد ما يطمع فيا غيقول برافو هذه القضيه هذه زوينه. يعني هي اصلا كتقول كلشي انها عازبه. حاجه اخرى، شكون المجتمع المغربي عندنا والعربي، العائله هي اللي ما كتبغيش الراجل يتزوج مطلقه، سورتو الا كان عازب. لذلك انت من الاحسن انك ما تختاريش رجل عازب باش ما يدفعش عليك شبابو غالي. خذي رجل حتى هو مطلق، انت مطلقه وهو مطلق، انت مطلقه وهو ارمل، ولا انت مطلقه وهو باغي يعدد، ولا مرتو كاينه على برا وباغي واحده اخرى. ولكن كتستيك بزاف ديال الامور مثلا، وتقدري تاخديه عازب اذا كان لاج ديالو كبير، ماشي عازب عنده 20 عام وانت مطلقه. لا، خدي مثلا انت عازبه، انت مطلقه وعندك 20 عام 25 عام 30 عام وما نعرف اشنو، وهو عازب عنده 35 عام، هذا كتجي مزيانه، كتجي عاديه. العائله حاولوا الا كانت مثلا هذه البنت هذه مطلقه، حيت بزاف ديال الناس كيسولوني الاسئله. كتكون مثلا شي واحد بغى يتزوج، هو عازب عنده مثلا 30 عام وبغى يتزوج بواحد البنت حمقات وظريفه وزوينه ولكن مطلقه ما عندهاش الاولاد. الا كنتي مطلقه وما عندكش الاولاد فكتعتبري عازبه، سالينا الهضره مالكي ما عندكش الاولاد، اذا انتي كتعتبري عازبه. شكون اللي كيعرفك انك مطلقه؟ راجلك فقط، العائله ديالو ما يعرفوكش مطلقه. خليها، لانه اف يعرفك مطلقه. شنو هي ديك مطلقه؟ راه غير تحيدت ليها البوشونه، صافي سالينا الهضره، راه ما عندهاش الاولاد وما عندهاش ما عرفت اشنو، راه غير طلقات. علاش؟ لانه كاين بزاف د البنات، كاينه شي بنت مصاحبه مع صاحبها 7 سنين وفي الاخر تفرقات معاه، حتى ولدوا الاولاد وسماوهم. يعني حنا غنسميو البنت الاولى ساميه والثانيه هانيه والاخرى فانيه والاخرى رانيه. يعني كيكونوا تصاحبوا داروا مع الوعاوع الكحلين. وكاينه وحده اللي حلت عينيها تزوجات وقع لها مشكل طلقات. بريئه هاد السيده هادي ما خصناش نقولوا انها مطلقه. ويقدر مثلا العائله ديال شي راجل تعجبها وحده اللي كانت ديجا مصاحبه مع واحد 7 سنين ولا 10 سنين مدوزه معاه الوعوه الكحلين، حسن ليهم من وحده مطلقه. لا صاحبي، الا بغيتي تزوج شي وحده مطلقه وما عندهاش الولاد، عجباتك، كنهضر على شي وحده صافي عجباتك، سالات معاك، تسطات، كحشات لك الرجلين، هي اللي تشهيتيها وبغيتيها، بلا ما تفرع داركم وتقول لهم راها مطلقه حتى من بعد. علاش؟ لانه هذيك القضيه
ماشي شي حاجه اللي غاف كبيره. من بعد عاد قول لهم شوفوا هي راه مطلقه وانا ما قلتهاش لكم، لان السيده كتقتنع بها، لانك كتكون باغي انت غير الرضا ديال الوالدين، وكتكون انت كتقول لهم ها انتم شوفوها معايا، شوفوها معايا، وتيقول لك وفي الحق هي زوينه وفورمتها زوينه ومتخلقه وداخله سوق راسها وبنت عائله وكذا وكذا وكذا. ولكن الا قلتي لهم مطلقه، اذا ما كاينش البوشونه، والله يا وليدي الله، تقولها الام غير مع راسها، تقول الله يا ربي الله، ولدي غيدي وحده ما عندهاش البوشونه كاع ما غادي يفرح بديك ديال النهار الاول. تاش من ولا ما ما يمكنش. كنشوفوا بزاف ديال الامور، سورتو كاين شي بنات اللي فريمون تيكونوا مطلقات، تيكونوا طوب دو طوب. اصلا هي كيفاش كل ما كانت واعره كاع متزوج غير هو الطلاق، راه اي واحد معرض انه يطلق، لانه تيكونوا مشاكل. كاين اللي كيعرف يجير راسو، كاين اللي كتصبر، وكاين اللي الراجل ديالها ما تيصبرش، كاين اللي كتقول وكطيح في عائله نصابه، وكيوقعوا بزاف. كاين بزاف ديال الامور كتكون كتريطي معاها المشكل. علاش طلقتي؟ هادشي خصك تعرفو من حقك، خصك تريطيه مزيان، تعرف اذا ما نكرهكش مثلا، تعرفتها الطريقه ديالها، تسول هذا حيتاش مثلا ملي كتصنت غير طرف واحد ماشي بحال تصنتي لجوج الاطراف، تصنت الطريقه ديالها اشنو واقع، شنو البلان، شنو هذا شنو هذا، فهمتي؟ حيت كاين اللي كيطلق وكتمشي على الطريقه ديالها. الا سولتيه ماشي انت كانك بتزوج بها، الا غير جبتي الدوره يقول لك ندمت، الوالده ديالي خرجت عليا. بحال هاد السيده هادي همزه، هادي همزه ما نفلتهاش. كاين ولا ما كايناش؟ كاين اللي كيقول لك اختي هي سبابنا، هي اختي هي اللي خرجت عليا. كاين اللي كيقول لك شي واحد من العائله هو اللي خرج عليه، و اونتر بارونتيز اللي خرج عليه غادي يدي ذنوبو. هي الاولى كيبقاو الذنوب معلقين فيه، كيخرجوا ليه في ولادو. حاجه اخرى من خرج العائله ديالهم، خرجت عليهم وتفرقوا. اذا هاد السيده هادي همزه وما نفلتهاش. باش نتزوج انا وحده بوشونتها فيها المشاكل والفرع، على وحده مطلقه وترونكيل وباغيه تعيش، باغيه السلامه، باغيه تكون اسره، وباغيه غير القدر كتب عليها انها تفرق. كاين ولا ما كايناش؟ ماشي بالضروره تكون هي اللي رفعت الدعوه ديال الطلاق ولا راه هو اللي طلق. داكشي عادي. ملي ما كيبقاوش الكوبل مفاهمين، راه اي واحد ممكن، اي واحد فيهم ممكن انه يتفارقوا. وما تبقاوش تحكموا على شي وحده لا حكا مطلقه لا حكا ميت ليها الراجل، اذا هي ميت لها راجل منحوسه ما عندهاش بوشونه، انا باغي ندير ما يمكنش. اذا في هاد الامور انا كنكون ضد ان الواحد يكون باغي البوشون، ولكن تكون باغي البوشون في امور اخرى، تكون باغي ديتيها عزبه وما عندهاش البوشون، خصك تحط بزاف ديال علامات استفهام، خصك تعرف علاش وكيفاش طار داك البوشون. من حقك كيف ما كنقول في بزاف ديال الفيديوهات، خصك تعرف واش كان تحيد داك البوشون حيت بصح طاحت من بيكالا ولا فيها بياسه حيت دخلت لا بيسين وطبقات ولا شي حاجه بحال هكا، ولا كانت دايرها هاكو ارا بغيتي بسم الله ارا واك ولا صاحبي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم.